السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غنقدم نقدم لكم واحد الرشمه تجي في الكمام وتجي في الصدر في جوج ربوعه. الشكل النهائي ديالها هو هذا واحد الكم سميتو. غنخدم معكم الكم الاخر كنت خدمتيه بعدا هنا، ها هو غنكمل معكم. هذه في رشمه تيتعاود فيها الوريقات، ورقه دايراها بالعقيق، وورقه دايراها بالطرز ديال الخطفه، وورقه دايراها بالبريد، وهاد البنانات بسميتو، وهذا بالمهرس. والزلاق خلاص نحطوه في سميتو في وسط الورقه. بسم الله. غنبدا معكم دابا في البريد. بعدا الحرير هو هذا اللي تنخدم. هذا تنبرمو على 4، ما تنبرموش، تنحطو هكا تنعقدو وصافي. كما وريتكم الحرير ما مبرومش، زلكتوه على 4 شعرات، ولاو عندي 8 شعرات. ها هما كان هو على 4، زلكتوه في الابره وعطاني 8 شعرات. تنضرب في راس الورقه، تنكحز واحد المسافه. غادي ندير معكم هاد الورقه ديال البريد. تنثبتوا الحرير في راس الورقه، تنكحز واحد المسافه، تندخلوا الابره البلاصه اللي خرجنا منها الحرير، غنخشيو فيه الابره وغنشوفوا على حساب المسافه اللي ضاربينها. تقدر تكون العدد ديال سميتو ديال اللويات اللي كتلوي الحرير على الابره، المسافه هي اللي كتحكم. انا غادي ندير تقريبا 16 لويه كما تشوفوا. انا نحاول نبين لكم. الابره صبعي تنحطو هكا من تحت الابره كما هكا، وتنبقى نلوي هذا هكا. هاد الجهه ما صلحليش، ما عرفتش واش يبان لكم ولا ما يبان لكمش. هكا تنبقى نلوي ونحسب واحد. كما تشوفوا خرجت الحرير من راس الورقه، تنبعد واحد المسافه، تنضرب الابره تنخرجها في نفس البلاصه منين خرجت الحرير. هنا ما تنخرجش الابره كامله، تنخليها كما كتشوفوها هنا. صبعي تنديروه تحت الابره، نوريكم بحال هكا، وتنبقى نلوي على حساب المسافه اللي عندي من هنا حتى لهنا. بحال انا غادي ندير فيها 16 لويه. هي 16 ساليتها. من بعد تنشد من راس الابره وانا قابطه الحرير بهاد اليد، وتنلوي هكا تنلويها. نتمنى ان الفيديو يكون واضح. وتنجبد ونكحزها هكا بطفري ولا بصبعي، وراها ندخلها في البلاصه، هاد البلاصه الثانيه اللي حددت بها المسافه. نتمنى ان الشرح يكون واضح. ودابا غادي نخرج الابره الجهه في الرشمه فين ما مرشومه هي بعدا بالورقه، تحت الراس ديال الورقه بشويه. نفس الطريقه غنديرها. تنضرب الابره ديالي هنا لتحت، ومن بعد تنردها منين خرجت الحرير. ها هو هنا بلا ما نخرج الابره كامله، تنخليها كما تشوفوها هي هنا منا وخارجه من هنا. نفس الطريقه صبعي هكا تحت الابره وتنبقى نلوي.
كما وريتكم هاد جوج طبيعات تيبقاو يلويو هكا الحرير، والاخرى واليد الاخرى تخرج الابره، ومن بعد نكحلها هكا بضفري، موراها ترجع من خرجت في الاول تجي كما هكا. غادي نكمل هادو وهانتوما معايا نفس الطريقه تنخرج الابره ديالي على الرشمه ديال الورقه في هاد الجوانب هكا، تبقى نخرج كل مره وتتمشي وتتصغر المسافه على الراس، ومن بعد تنرجع ملي خرجت الحرير وبلا ما نخرج الابره تنخليها هكا في الوسط نفس الطريقه، صبعي من تحت الابره وتنبقى نلوي العدد اللي غنلويه. وتنحضي مع الحرير باش ما يتحلش، وما نديروش الحرير، نحاولوا ما امكن ما نقصروا الخيط، نقصروا الحرير، ما نديروش طويل حيت ما نبرونش باش ما يتشنتفلناش. ومن بعد نرجعها هنا فين خرجتها وتنحضي دائما مع الحرير حيت ما نبرونش تيتشنتف دغيا. نتوما ما ساليت لي بريد كندير 5 من جهه و5 من جهه بلا هذه اللي الوسط، 1 2 3 4 5. دابا غادي بهذا الوسط غادي ندير فيه الزلاق اللي هو هذا نمرة 2. غنبداها من هنا، الابره ديالي رقيقه نمرة 11، تقدروا ديروا 12 ولا 11. تنزلكها في الاخر ديال الورقه، تندخل انا دقه واحده تندخل 5 دقيقات، نورمالمون غديروا 3 الحبات من بعد ترجعوا في الثانيه، ولكن انا دابا غادي ندير 5. غنوريكم الطريقه. انا زلكت 5 ديال الدقيقات، غنجبدهم نشوف فين غادي تجيني. غنضرب الابره ديالي من بعد غادي نحسب 1 2 وغادي نرجع، غادي نخرج الابره. ها هي حسبت 1 2 وغادي نرجع في هاد 3 هنا، من بعد نرجعها اخر عقيقه نفس الطريقه غنديرها حتى هنا. دابا في هاد الورقه غنخدمها بالمهرس فراس الورقه، غنخشي نخدم هذا ماتسونو. بالنسبه للماتسونو كاين اللي كيبيعوه بالعبار، كيقلبوه غتلقاو. غندخل 5 دقيقات، ها هي
5 العقيقات، حيت الورقه عندي كبيره. تنكحزها هكا باش نشوف فين غتجيني. نضرب الابره ديالي نفس الطريقه اللي درتها هنا في هذا العقيق، هذا الزمرد غنديرها حتى في المهرس. غنخرج العقيقه الثانيه ومن بعد نرجع في هاد الثلاثه. نكمل الورقه ديالي ونتبع على الرشمه، ولكن انا دابا ما غاديش ندير 5 العقيقات، غندير غير 4 حيت انا بغيت الوسط ديالها يجيني خاوي باش ندير فيه هذا الزمرد. هي 4 العقيقات، غنجيني غير هنا نفس الجهه. تنخرج الابره ديالي عاود من التحت، ماشي في نفس الطوله ديال هذه ولكن قل شويه، ونفس العدد ديال العقيق 4 العقيقات. وتنحاول انني ندورها هكا شويه باش نشكل الشكل ديال الورقه نفس الطريقه من الجهه الاخرى. بالنسبه لهاد الجلابه مولاتها بغات تجمعها بالرانده تجي زوينه، رشمه خفيفه اللون في اللون، تجي راقيه وانيقه. تقدروا ديروها بالبرشمان، المهم الخياطه ما تكونش مشارجيه، تجي فيها زوينه. والثوب هو الثوب ديال الملفه، الثوب ديال الملفه تيصلح للطرز، تيصلح للتنبات، تيصلح لكلشي، تيجي زوين. انا غادي نكمل هاد الورقه كامله وغنتلاقاو. هانتوما من بعد ما ساليت الورقه تندير فيها 6 ديال الصفوفه من غير هذا المحور تاع تقول هذا الراس ديال الورقه. تندخل عاود سميتو 6 ديال العقيقات، 5 عفوا 5، وتنخرج الابره الثانيه العقيقه الثانيه باش نثبت العقيق مزيان. كما تشوفوا هي نفس العقيق، نفس الطريقه ديال العقيق غندير حتى في هذه اللي مخدومه بالخطفه. من بعد ما ساليت الورق دابا غادي نخدمو هاد العريش تيجي بحال هاد الشكل. غنخدموه بالمهرس 3 العقيقات اللي تنديرو. دائما الا ما عارفاش العبار ديري هاد الطريقه، تتزلقي كحديها حتى للطرف وشوفي فين جاتك. كحزي واحد المسافه هانتوما. وتنخليه واحد شويه وتنطلع.
نخدمو بهذه الطريقه اولا العكس ديالها. العكس ديالها كتجي زوينه احسن من هذه. المهم شوفوا نتوما فين ترتاحوا، حيت انا بديت كاع كنخدمهم بهذه الطريقه، خصني نكملهم باش ما يجيش مخربق. من بعد ما ساليت هذا العريش كما تيبان لكم غادي بعد ما ساليت العريش كما تشوفوا ها هو، غادي نعاود نفس داكشي اللي درتو، غادي نعاودو. هذه غادي نديرها ولكن غادي نخالف، بحال هنا درت هنا لي بريد، فهاد الورقه غادي ندير فيها لي بريد، وهنا فيها غيكون فيها العقيق، وهذه الخطفه عاديه، هذه طرز عادي. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه، وباي باي مع السلامه. شكرا لكم.